الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. هو دولة التلاوة دي حاجة مش جديدة على مصر، لأن مصر هي دولة التلاوة فعلًا، الدولة التي علّمت العالم كيفية قراءة القرآن، فن تلاوة القرآن، فمن هنا جاءت دولة التلاوة، أن القرآن نزل بالحجاز وقُرئ في مصر. لا، 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 لأ، ما زلنا بفضل الله عايشين، وده اللي أثبتناه للناس وللعالم كله، إن الحمد لله مصر هي رائدة دولة التلاوة من يعني منذ منذ هبوط الوحي يعني حتى قيام الساعة، وإن شاء الله ستظل كذلك بإذن الله. شوف، هي كل فترة بالنسبة ل ل ل للمعاصرين ليها مش بتبقى ذهبية، بتبقى بعد كده، يعني يعني زي اللي بيقول لك إيه، المعاصرة حجاب، يعني إيه؟ إن أنت لمّا تعاصر فلان وتشوفه أنت بتشوفه بياكل، بيشرب قهوة، بيقعد معاك، بتسمعه بيقرا مش عارف إيه، لكن بعد كده الأجيال اللي جاية لمّا تيجي تتكلم عنه بعد رحيله، زي إحنا بنتكلم عن سيدنا الشيخ عبد الباسط والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمد رفعت والشيخ محمد صديق منشاوي وهكذا، كل عمالقة دولة التلاوة دول بنتكلم عنهم إن تاريخهم كانت يعني كان أداء جميل، كان مدارس نتعلم منها، كذلك بعد كده هييجي وقت هيتكلموا عن المعاصرين، ووقت للشباب اللي هو لسه طالع دلوقتي، بعد كده هييجي وقت يتكلموا عنهم، وهكذا. ده الفترة دي. في إمم. للأسف. يعني إحنا يُسمع المرء على قدر تقواه، أنا اتعلمت مشايخ يُسمع المرء على قد ما تتقي ربنا هيسمّعك للناس، إمم. حتى لو أنت مثلًا في ناس أعلى منك إمكانيات، وفي ناس أعلى منك، ولكن أنت مع ربنا عايز تبقى ملتزم بكلامه، تدّي له حقه، فربنا مش هيبخسك حقك أبدًا طبعًا. عبد الله الصغير، إمم. هي الناس مستغربة إن أنا شِلته ويعني وعطفت عليه، أنا شُفت نفسي فيه وأنا صغير. إمم. بس أي حاجة، يعني أي موضع يعني، يعني مثلًا ممكن الرحمن مثلًا. ربِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق الله